ስለ ላኢላሃ ኢላላህ ትርጉም ነው እያወራን ያለነው ማለት ነው። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እገዛ ፍቃድ እናየው ይሆናል ማለት ነው። طيب الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا وما أرسلنا من قبلك من رسول نبينا عليه السلام الوتاد وما أرسلنا ألا كلم من قبلك كأنت بسفت الرسول مالك كملاك تنيا إلا نوحي إليه ولذا ولنبي وحي بيستلع لف الذي متعلق أنه نقروا لا إله بتكل ملك أملاك إلا أن أني بتجانجي فاعبدوني كزام منين تجزوني أملكوا نيران الله سبحانه وتعالى إذن الله سبحانه وتعالى وديم مدر عندم نبيات علاكم سل توحيد اندي مكروه سبك عند أدرجو أستبط واسيزو بلكاتشو نجي كتاچن الله سبحانه وتعالى. طيب وقال الله سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أنا. وإلى عاد ودي عادهم أخاهم هودا وندي ماتشو ودي هو نماتنو ياو ጎሳቸው አንድ ስለሆነ ለዛ ነው ወንድም ያላቸው እንጂ አማ በዲናቸው ጉዳይ አንድ ሆኖ ማለት አይደለም። قال አላቸው ያ ቆሚ ህዝቦች ሆይ اعبدوا الله سبحانه وتعالى አንተ ገዙት አምልኩት ማለኩም በእናንተ የላችሁም ምን ኢላሂ ተአምላክ غيሩ ከሱጭ የላችሁም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመለክ የሚለመን የሚንበረከኩለት እጅግር የሚሰጥለት ሁሉን ነገር አቅም ቅዋ ያለው እርሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ ሌላ የለም በማለት ይሄን አስተላለፈ ለህዝቦቹ በማዕና لا إله إلا الله ያስጨበጣቸው ነው ማለት ነው። قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم እናንተ ጌታ አንድ የሆነ ጌታ ነው لا إله በትክክል መለክ አምላክ የለም ኢላሁ እርሱ እንጂ الرحمن الرحيم አዛኝና ሩህሩህ የሆነ ይላል። طيب ابن جرير رحمه الله تعالى من قالوا لا معبود بحق تجوز عبادته ይላሉ በትክክል በአግባቡ የሚመለክ አምላክ የለም ዒባዳነቱ የምትፈቀድ ይሆናል وكذلك وتصله الالوهات له ጌትነትም ደግሞ የምትሰካከለትና የምትበቃለትም የለም ኢላላሁ الله እንጂ ይላሉ ابن جرير الطبري رحمه الله ينقرا ሲፈስሩት الذي هذه الصفات صفاته فدعه ايها الناس እናንተ ሰዎች ወይ አላህን ጥሩት ለምኑት مخلصين له الدين دين لله ጥርት አድርጋችሁ مخلصين له الطاعه መታዘዝንም መገዛትንም ማምለክንም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ጥርት አድርጋችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገዙት ጥሩ ለምኑ ይላሉ لا تشركوا في عبادتي شيئا سواه كالله سبحانه وتعالى وجي فأملكوا للانا تتاروا أتاقاروا من وثن وصنمين ولا تجعل له ندا ولا عدلا. طيب يهنا ونقرج الله سبحانه وتعالى يعززن تكلن يوم من قد يوكان ديناتنا نتررتن اندي النهرنو لازم الله سبحانه وتعالى سورة الزارع المنال وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا إلا ليعبدون يسول جوتشنم أغانينتنم አልፈጠርኩም እኔም በብቸኝነት ምን እንዲሉኝ እንጂ يعني እንዲያመልኩኝ እንዲገዙኝ እንጂ ይላል ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። طيب اذا الله Subhanahu Wa Ta'ala የተፈጠርንበትን ዓላማ ተነገረን እኛ ልንዘነጋው አይገባም ማለት ነው። ጧት ማታ ልንታገል ልንደክም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባገራልን ልክ ያስፈልጋል ዋና ነገር ነውና طيب وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إنه إله كسوج بتكلم لك أملاك يلم الله سبحانه وتعالى انجيلا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهات ويجوز لك وللخلق عبادة إلا الله لا أنتم ولا لمخلوقك يعني ማምለክ የሚፈቀድ የሚበቃ የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ ማምለክ መገዛት መለመን መተራነስ ለማንም አይበቃም
ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ የሚሆን እንጂ። ለምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ هو خالق الخلق ፍጥረታትን የፈጠረ ነው። ومالك كل شيء وكذلك የሁሉ ነገር ተቆጣጣሪ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የዲኑ له بربوبيته كل ما تدا طيب ይሄ ትልቁ የሆነ ነገር ነው። وكذلك فاعلم انه لا اله الا الله انتفى انتفاء عظيما ان يكون معبود بحق غير الملك الاعظم فإن هذا العلم هو أعظم الذكر يوقت እንግዲህ ትልቅ የተወሰኑ ትልቅ ወስኑ አይደለም ያ ደግሞ አልሙንጂቲ ነፃ የሚያወጣ ነው من احوال الساعه ተቂያም ቀን ጭንቀት ሽብር وإنما يكون علما እውቀት የሚሆነውማ اذا كان نافعا እውቀት የሚባለው ጠቃሚ ሲሆን ነው ይላሉ وإنما يكون نافعا ጠቃሚ የሚሆነው ደግሞ اذا كان مع الإذعان والعمل بما يقتضيه በሚያስፈርደው ቁርአኑ በሚያስፈርደው ሸሪዓው በሚያስፈርደው ተተገብርና ስትታዘዝ ሰጥለት ብለህ ተፈጻሚ ስትሆን ነው ይላል ተግባባን ወይላ ነገር ግን ቂራአት እየተቀራ ማሰራበት ከሆነ በየጀህሉን ምን ይባላል ጀህሉን ሲርፍ ይላሉ ዑለማዎች طيب ሲርፍ ማለት ዑለማዎች እንደሚናገሩ በማዕና خالص غير ممزوج بشيء آخر ይላሉ طيب إذن ስለዚህ ምን ያስፈልጋልኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባገራው ተግባራዊ ልንሆን ይተበቀበናል ማለት ነው طيب وكذلك ابن هبيرة የሚባል ታላቅ ሰው ይላሉ فإذا قلت لا إله إلا الله ይላሉ لا إله إلا الله ካልካሉ فقد اشتمل نطقك መናገር አቅፎ አካቶ ይዟል هذا ይሄ على أن ما سوى الله ليس بإله ከአላህ ውጭ ያለው ጌታ አይደለም የሚለውን ይዟል ማለት ነው ተግባባን አንተ لا إله إلا الله ብለህ ስትናገር أن ما سوى الله ليس بإله ከአላህ ውጭ ያለው አምላክ አይደለም ጌታ አይደለም በትክክል የሚመለክ አምላክ አይደለም ባጢን እንጂ ብለህ ማለትን አስፈርዷል ያሲዟል ይሄን ነው የሚይዘው فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده بس ንግግር الله سبحانه وتعالى نتله للتجزا يزها لتنتلو وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله يهميزو من النوم بالطاغوت مكاننا بالله سبحانه وتعالى مامن فإنك لما نفيت يعني إلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله طيب يا سليمان عبد الله نقل أدرقال بزوجيه تيسير العزيز الحميد ملو لا ما جنيت ميشال لينا تقبل إذن سلز لا إله إلا الله بنا سن الناقر كفر بالطاغوت إيمانا بالله ياسفر بيار ماذا لكن باونس الله يالحزب باونس الله يالقلسب من دينا ينت لا يناتشو لا إله إلا الله ይላሉ لكن ግን ማዕናውን አያውቁትም ሁለተኛ እንደገና ነዋቂድ ላይ ሄደው ይዘፈቃሉ ያጋራሉ ያሻርካሉ እነዚህ ሰዎች ወርቀዋል ማለት ነው ምን አይደሉም አማኞች አይደሉም ምክንያቱም አንተ لا إله إلا الله ካርግ لا إله إلا الله የሚያስፈርደው ነገር መፈጸምና መተግበር አለበት ዝም ብሎ لا إله إلا الله የሚለውን እኮ አረበኛውን ብቻ መናገር አይደለም حتى لو كانوا አንዴው ማዕናውን እንኳን ቢያቁ ታሰሩበት ራሱ አመል ከሌለ ምን አይሆንም አማኝ አይሆንም ማለት ነው አማኝ አይሆንም አማኝ ውስጥ ላይ አይገቡ طيب وكذلك وقال عز بن عبد السلام من على كلمة التوحيد ይላል የተውሂድ كلمة تدل تملكታለች ትጠቁማለች على التكليف بالواجب والحرام إذ معناه لا معبود بحق إلا الله ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእውነታ የሚመለክ አምላክ የለም በባጢንም አለ ወለዒባደቱ ዒባዳ ብሎ ማለት ደግሞ ይሄ ጧዓ መታዘዝ ነው غايات الذل والخضوع መተናነስና ዝቅ ከማለት ጋር ይላል ተግባባን طيب وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى من ይላሉ بيان تلبيس الجهمية ميلو كتاباتቸው ላይ ይላሉ ሳቸው التوحيد الذي بعث الله به رسوله وعبادة الله وحده لا شريك له ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وذلك يتضمن توحيد بالقول والاعتقاد وبماذا
وبإرادة والقصد ይላሉ ابن تيمية رحمه الله تعالى ተውሂድ ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱልን ያላከባቸው ያ ደግሞ አላህን በብቸኝነት ማምለክ ነው ዒባደቱላሂ ወህደህ አላህን በብቸኝነት መገዛት ላ ሸሪከ ለህ ለአላህ አጋር የለም ወይ ማዕና ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ ነው ኢላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉሙ ይሄ ነው አሉ አላህን በብቸኝነት መገዛት አላህ አጋር የለውም ብሎ ማለት ይሄ እንግዲህ ኢላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉሙ ይሄ ነው ማዕናው ይሄ ነው አሉ ማዕና ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ ይሄ ነው አሉ ተሚያ ረሂመሁላህ وذلك يتضمن عقفو أكاتو إذن التوحيد بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد إيه تيهودي ميبالو نجر من ناجر البلاي مقواتر معصب مثلك ميبالو النجر تضمن يا رجال عقفو أكاتو يميزنو يلالو تقبل ليش علماء لما يناجرالو هنا قول لا إله إلا الله سيفسر ملالو أي على هذه الصيغة الخاصة الجامعة بين النفي والإثبات ليدل على حصر إلهية لله تعالى فإن الجمع بين النفي والإثبات أبلغ صيغ الحصر وقد ثبت العلم الضروري بالاكتفاء بهذه الكلمة الشريفة في إثبات توحيد لله تعالى من غير نظر إلى واسطة بين النفي والإثبات والانضمام للفظ آخر إليه يلالو يمو طيب ይሄ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው ቃላቱ ልዩ የሆነ ቃል ነው خاص የሆነ ነው እንደገና ሁለት ነገር አቅፎ ጃሚዕ ነው بين النفي والإثبات ወርቅ ማድረግና ማጽደቅ ላ ኢላሃ ስትል ነፊ ነው ኢላላህ ስትል ደግሞ ኢስባት ነው ለምንድነው ቢባል ለይዱሉ على حصر الإلهية لله تعالى በቃ ጌታ አምልኮ የሚገባው እርሱ ብቻና ብቻ ነው ብሎ ለመገደብ ነው የሚያመላክተው በቃ ይሄ ነው የሚያመላክተናል ምክንያቱም فإن الجمع بين النفي والإثبات أبلغ صيغ الحصر ይላሉ إنما ብሎ ተመግለጽ ይላሉ ዑለማዎች ነፊና ኢስባትን ይሄ ቃል ተዋቅሮ ተገጠታ يعني ተዋቅሮ የመጣ የሆነ ቃላት ይላሉ አብለግ ነው ሙባለጋነት አለ የበለጠ ነው አሉ ሐስር ምሳሌ ኢያከ ብለን ከመነል ወይንም ደግሞ ኢነማ ብለን ከመነለው ወይንም ደግሞ ሐስር ነገሮችን መገደቢያ ነገሮችን ከመንጠቀም የበለጠ አልጀምዑ بين النفي والإثبات أبلغ صيغ الحصر ይላሉ ከነዛ ቃላት ይሄ ነፊና ኢስባት ያለው ተሰባስቦ መንጣቱ ሙባለጋነት አለው የበለጠ ነው ማለት ነው የበለጠ ነገር ነው ማለት ነው لا إله إلا الله ستل إثباتنا نفي الله معلوم وهذا معلوم لا إله إلا الله سنل هي معلومة كلاتنا من ناقو يهوننا ومعناتنا كلاتنا من ناقو يهوننا نقر طيب سلازه إياك نعبد وإياك نستعين سنل الزالاي مقدمو يفيد الحصر من له عليه طيب معمول مقدمو زالاي على ماذا نعبدك إياه على ماذا نعبدوه ማለት ይቻላል የለም نعبد የሚለው ሙዳሪዕ ማስቀደም ይቻላል ላኪን ግን ኢያከ نعبد አለ نعبد ኢያከ እኮ ይቻላል እኮ نعبد ኢያከ نستعين ኢያከ ላኪን ግን ያመቀደሙ ግን يفيد الحصر ከዛ በበለጠ መልኩ ግን ነፊና ኢስባት ጀምዕ ሆኖ መንጣቱ አብለግ ነው አሉ ሙባለጋነት አለ የበለጠ ነው ይሄ ይላሉ ዑለማዎች طيب الله سبحانه وتعالى ይሄ علم الضروري ነው ራሱ ማለት ነው የሚያስቸግር ነገር አይደለም በቃ ይሄ ማዕሉም ይታወቃል በቃ طيب يقول ابن رجب وقال ابن رجب رحمه الله تعالى قول العبد ይላሉ የባሪያ ንግግር አሉ لا اله الا الله የሚላሉ يقتضي ያስፈርያል አላ ኢላሃ የሚለው አሉ له غير الله والاله هو الذي يطاع فلا يعصى ኢላህ ብሎ ማለት የሚታዘዙት ነው የማይታመጽ ነው አሉ ተግባባን هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجعا وتوكلا عليه وسؤال منه ودعاء له يقول له من الله ما تنانس الله مولد الله مفرد تسفى مدرك بالله لا موكل بالله لا ممكات السم تيك
الله ملمن يهولو يزال ولا يصلح ذلك كله إلا لماذا إلا لله عز وجل إيه مفرات የሚባለው ነገር መውደድ የሚባለው ነገር ተስፋ የሚባለው ነገር መመካት የሚባለው ነገር መለመን የሚባለው ነገር ዱዓ የሚባለው ነገር ለአላህ እንጂ ለላይ ፈቀይ ማይበቃ ነው فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور انتبهوا فمن اشرك مخلوقا في هذه من هذه الامور فمن اشرك مخلوقا ያጋራ بشيء بهو ነገር ላይ من هذه الامور ከነዚህ ነገሮች التي هي من خصائص الالهيه يا الله سبحانه وتعالى የሚለይበት በሆነ ነገር ላይ ሌላ مخلوقን ያጋራ ይሆን አካል كان ذلك قدحا في اخلاصه في قول لا اله الا الله ونقص في توحيد توحيد ان كان قدرت አለበት አሉ ان كان ብቻ ሳይሆን ኩፋር ነው የሚሆነው وكان في من عبوديه المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من فروع الشرك የሽርክ فروع ነው ይላሉ ابن رجب رحمه الله تعالى ይናገራሉ وقال السعودي ميلال في معنى قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم ميلون الله لا اله معناته اي لا معبود بحق في الوجود بقى بعالم ላይ በግኝ ላይ وجود ማለት ግኝ በግኝ ላይ በትክክል የሚመለክ አምላክ የለም በባጢልም አለ ኢላሁ አልሐዩ ብቸኛ ሆነ ህያው ሆነ አዳኢሙ ቢልበቃ ሆነ ሁሉ ጊዜ ማለት በማዕና طيب ابن حجر الحيثمي قال في شرح كلام انه يشهد اعلم طيب وكذلك وانما لا معبود بحق في الوجود الا الله الواحد بتكل ملك املاك يلن بلن مناسكمتو طيب በባጢል ማስተላለ ማለት ነው አለበለዚያ በላሉ ዘይ ሶፊዎች ምናሉ لا معبود في الوجود الا الله ብሎ ይላሉ ሐቅና ያስገባትም ሐቅ የሚለው ነገር ያስገቡትም እንደዛ ከሆነ እኮ የሚመለከው ሁሉ አላህ ነው ያለው ማለት ነው لا معبود في الوجود الا الله ይላሉ አያችሁት የሚመለክ ሁሉ ጌታ ነው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ የሚባለው ምን لا معبود بحق في الوجود الا الله ከሆነ نعم ይሄ ነው መባል ያለበት وقال الصنعاني رحمه الله الرسول عبادتي واساسها التوحيد لله የዒባዳ ራሱ ጭንቅላቱ መሰረቱ ዋናው التوحيد لله الذي تفيد كلمه التي هي دعت جميع الرسل ሁሉ የተጣሩበት የሰበኩበት ነው وهي قول لا اله الا الله والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها ايوه معناهم በልብ ተቋጥራለህ በሚያስፈርደው ደግሞ ተተገብራለህ لا مجرد قولها باللسان በምላስ ብቻ لا اله الا الله ብሎ መናገር ብቻ አይደለም ይላሉ ሶናዓኒ እንተቢው ሶናዓኒ ይላል በምላስ لا اله الا الله ብሎ መናገር ብቻ አይደለም ይላል ዳውስ አላይ غالب الناس يعني غالب الناس كما تعلمون ظاهر ነው በምላስ لا اله الا الله ብቻ ነው لكن ግን ምን ነው رسول عبادة ጭንቅላቱ ዋናው አሳሱሃ መሰረቱ التوحيد لله አላህን በብቸኝነት መገዛት ነው ተግባባን ለዚህ ነው ረሱሎችም ወደዚህ ነው ጥሪ ያደረጉት والمراد اعتقاد معناها معناውን ታምናለህ በልብህ والعمل بمقتضاها لا اله الا الله ባስፈረደችውም ተተገብርባታለህ لا مجرد قولها باللسان በምላስ ብቻ መናገር አይደለም ومعناها ትርጉሟ ምንድነው ተባለ የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉሟ ምንድነው ተባለ ኢፍራዱ الله بالعباده በአምልኮ አላህን መነጠል ነው ወልላሂየቲ ያው ነው በሉህይነት በአምልኮ ነው والنفي ውርቅ ማድረግ ነው والبرአቱ ነፃ መሆን ነው من كل معبود دونه ከአላህ ውጭ ከሚመለኩ ነገሮች ነፃ መሆን ነው ከሚያመልኩ አካላቶችም ነፃ መሆን ነው وقد علم الكفار هذا المعنى كفاروች ይህን معنى በርግጥም አውቀውታል لأنهم أهل اللسان العربي ምክንያቱም አረበኛ ቋንቋ ስለሆነ ቁርአኑ አረበኛ የሚችሉ ስለሆነ ገብቷቸው ራሱ فقال لزمالو أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب እኮ አማላክትን ጨምቆ አንድ አምላክ አደረገ ይሄ በጣም ገርሞ የሚያስገርም ነው አሉ إن هذا لشيء عجاب በጣም ገርሞ የሚያስገርም ማለት ነው ዑጃብ ማለት አጂብ ከሚለው ይበልጣል ማለት ነው ገርሞ የሚያስገርም ነው አሉ ይሄ እኮ እንደው አጅአል አሊሃተ ኢላሃ ዋሂዳ
እኮ ጌታን እንዲሁ አንድ ጌታ ነው አለ እኛ ይሄው ካዕባ ውስጥ እንኳን ሲሄው 360 ጣዖት በየቦታው ከሌ ወላት መናት ወከዛልክ ዑዛ ከሌ ስንትና ስንት ያንዳንዱ ያለ ይሄ ሁሉ ሀጃችን አሸፍም ብሎ ይሄ ሁሉ ያለ አሁን አንድ ጌታ ብቻ ተገዙኛለ አጀዓለ አሊሃተ ኢላሃ ወሂዳ ኢነ هذا لشيء عجاب የመሳለቅ ነው استفهام የመሳለቅ በቃ የማፌዝ ነው በቃ ኢነ هذا لشيء عجاب ይሄ የሚገርም ጉር ነው የሚገርም ነው አሉ በቃ አያችሁት ይሄንን አሉ ማለት ነው ይሄንን አሉ طيب وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معناها لا معبود بحق إلا الله وحده بتكل ملك أملاك يلم بتشنيا هنا جت عنجي لا إله يميلو نافين جميع ما يعبد من دون الله كالله من ملك ورك يا درجال لا إلا الله يميلو دمو مثبتا يا درجال العبادة لله وحده أملكه الله ناقر لله لا شريك لا قار إلا في عبادته كما عنده هنا الله أنه ليس له شريك في ملكه بسلطانه أقار إن له الله سبحانه وتعالى بأملكم ما أقار لهم بتشنيا جتانو وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لآبه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم ماذا يرجعون إذ قال إبراهيم يعلمنا وسالة لآبه وقومه إبراهيم عليه السلام لأباتنا لهزبوته من قال إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون أني أن أنت تمت عملك وتنزعنا ينعلاتو إلا الذي فطرني يا فتريك تاسكر فإنه سيهدين الصمرين يمرعنيان عسينو القرآن لا يالسين للتحقيق والتقرير ثورة يفسر على الانجي سينو سنة في صدرقو أي فسري ملالو تقوابات مكناياتهم تفصام سلهوانا فإنه سيهدين الله سبحانه وتعالى من ما يمرanya وجعلها كلمة باقية في عقبه بزوروا في عقبه ماله بزوروا شو ودي حالات التيالات نقر أدرجة لعلهم يرجعون بملسوا زنديرا يقول الله سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون طيب فإن تولوا طيب أقول اشهدوا بأننا مسلمون طيب إن أنت مزعبال تلتوش نوتولو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فإن أنت النابنيا مكاكر عندي ميادر قنقر على ودزا نوتولو من لا نادر قنو يا عندي ميادر قن ألا نعبود لا نعمل لا نقزان إلا الله لانجي ولا نشرك بشيء فالله من نقر ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كفيل دمو جيتا أملاك أدرقو لايس فإن تولوا انبي بلو عشافرن بلو بيزور فقولوا بلواتي شهادوا بأننا مسلمون إنيا مسلمون مولاتي مسكروا بلاتي بلواتشو نقرواتشو ታላመኑ ግን እኛ ምንድነን እኛ ሙስሊሞች አማኞች ሙሂዶች መሆናችንን አስረዷቸው ንገሯቸው ይላል ተግባባን መርበትበት አያስፈልግም ማለት ነው طيب وقال محمد بن علي هلال أهل القبلة هم أهل الإسلام على ويقبل هذا الصوت إسلام ناتشو علىنا إسلام من دينه فرقطوا لأمتانه انتبهوا وهو السؤال على الاستسلام الجيكر مستثنواله والانقياد له وحده بتشنيا لو نجتا متاززنو مغوتتنو مفصمنو تغباراوي مادرغ لا وتركو جميع الالهات السوا كالله سبحانه وتعالى وجه من ملك املاك የሚባል ነገሮችን ሁሉ መተው ነው አለ وهذا هو تحقيق معنى لا اله الا الله يلا اله الا الله تحقيق ትርግጠኛው ይሄ ነው وحده ብቸኛው ነው لا شريك له واخلاصها له لله ጥርት ማድረግ ምሩማት ነው فمن استسلم وانقاد لله ولغيره في معناها فهو مشرك فمن استسلم الجيجر سته
ወንቃዲ ለغيرላህ ካላውጭ የፈጻሚ ያደረገ የሚጎተት የሚሄድ ወለغيرከ ሰውጭ በጎን አላህንም ሌላም ያደርግ ወይማና فهو مشرك ይሄ ሰው የሙሽሪክ ነው ኩፋር ነው ማለት والله لا يغفر اشرك به ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስም የሚያጋራን አይመርም فلفظ الاسلام اسلام የሚለውን ሲነው اسلام የሚለው የተضمن اسلام የሚለው አቅፎ አካቶ ይይዝላል ምን የሚለው اسلام የሚለው ውስጥ ላይ አካቶ የሚይዘው ነገር አለ ምንድነው የሚይዘው ቢባል አልስላም እጅግር መስጠት የሚል ይይዛል እስላም ማለት እስላም እጅግር መስጠት ማለት ነው ወለንቂያድ ተግባራዊ ማድረግ መህር መፈጸም ማለት ነው ወطيب ويتضمن الاخلاص እንደገና ደግሞ ጥርት ማድረግን አምልኮ ለሱ የሚለውንም አቅፎ የሚይዝ የሆነ ነው ይላል ምን የሚለው እስላም የሚለው ስለዚህ አሁንኛ ባሳለ እስላም ባሶች እዚ ነገር ላይ አይገኙም ተግባባን ዘነገር ላይ አይገኙም ኢኽላስ የላቸው ምን የላቸው በራአነት የላቸው ዝም ብሎ ብቻ ዝርክርክ ያሉ ናቸው ማለት ነው ይሄ በተጨባጭ ያየነው ስለሆነ ነው ይሄ በጠርጣሪ በግምት ያወራን አይደለም طيب وقال سليمان ابن عبد الله الشيخ رحمه الله معنى لا اله الا الله ينسي فسر مناله اي لا معبود بحق الا اله واحد اي لا معبود بحق بتككل ملك املاك يلم الا اله واحد አንድ የሆነ ጌታ እንጂ وهو الله وحده يعني ما الله ነው ብቸኛ ሆነ لا شريك له አጋር የለ كما قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون يقول الله سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت በእርግጥም በየኡማው ላይ መላእክተኛ ልከናል አላህን ተገዙ ጣዖትን ራቁ ይላል ፈስሐ ይላሉ ተረጋገጠ ትክክል ነው ይላሉ ሱለይማን ነው አብዱላህ የሙሐመድ አብዱልዋሃብ የልጅ ናቸው አነ معنى الاله والمعبود اله ማለት ትርጉሙ معبود ማለት ተመላኪ ማለት ነው ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش لازم نبينا عليه السلام لا قريش كفارش بالو ጊዜ يقولوا لا اله الا الله ينن لا اله الا الله ባሏቸው ጊዜ ምን አሉ اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وقال قوم هود من قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده اجئتنا متهن قالوا لنعبد الله وحده الله ما بتشينا لنገዛው ነው የመጣህን በቃ አሉ ተቃውሞ እኮ ነው አያችሁት ወነዘረ ለነሰዋሉ ማካሪ ያعبዱ አባኡና አባቶቻችን የሚያመልኩትን አባቶቻችንን የሚገዙትን ነገር ትተን አንተን ልንገዛ يعني عندي ሆነን ጌታ ልንገዛ ነው የመጣው አሉ አጂተና መጣሃን አሉ لنعبد الله وحده اللهم በብቸኝነት እሱ ብቻ ልንገዛ ونذر بمعنى نترك بعض لنتو ما كان يعبد آباؤنا አባቶቻችን ሲገዙ ሲያመልኩ ሲኖሩበት የነበረው ነገር ተተነ አንድን ጌታ ልናመልክ በዚህ መጣሃን አሉ አያችሁት እንደዛ አይነት ነገር ነበር የተሳለቁባቸው ወደ አለይሂ ሰላም ነሲሐ ሲያደርጉላቸው ማለት ነው ተግባባን وكذلك አሁን አንተ መስያት ታደርግ ብዙ ሰዎች ስምን ሊያጠፉ ይችላሉ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል መጽናት መጠንከር መግፋት ይተበቃል ምክንያቱም አንተ የረሱሎች እንዲያዋስ ከሆነ ድረስ ያስገው ይሄንን ያየህ መጠንከር ይተበቃል انما دعهم الى ماذا ወለጥሪ ያደረገላቸው الى لا اله الا الله ወደዛ ወደ لا اله الا الله ጥሪ ያደረገላቸው فهذا هو معنى لا اله الا الله لا اله الا الله معنى هنا ይላሉ سليمان وعبد الله وهو عباده الله اللهم መገዛት ነው ወተርኩ ዒባደቲ ما سواه ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለውን የሚመለኩ ነገሮችን መተው ነው ወልኩፍሩ ቢጣዖት በጣዖት መካር ነው ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ነገሮች ሙሉ ከነሱ መካድ ወኢማኑ ቢላህ በአላህ ማመን ይሄ ቃል ተዶምን የሚያደርገው ነገር አለ ውስጥ ላይ አቅፎ የሚይዘው ነገር አለ ضمنت هذه الكلمة العظيمة يتعلق النجر عقفو يازو نجر الله أن ما سوى الله كالله وجعل ليس بإله جيت عيد الله وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل كالله وجي عملك راشم يبارد يباطل وجه باطل ناشمك أبطل الباطل وإثباتها أظلموا ظلمنا النسل ما مازدك فلا يستحق العبادة سواه
አምልኮን ከአላህ ውጭ የሚገባው ነገር የለም كما لا تصلو الإلهية لغيره ተግባባን ይሄ ነው ይሄ ሱሌማን ابن عبد الله تيسير العزيز الحميد ላይ ይገኛል ከዛ ነው የወሰድኩት وقال عبد الرحمن محسن قال الشيخ رحمه الله فدلت يلاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما يكتون ألتكمنا على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله كالله سبحانه وتعالى وجه ممن لك عملاكات ولو ورك انديونه كانت انديوانا عملاكتون على نفي مالت يعني نقر ورك ما أدري كائن ما كان يهون تقبابان إنيا نبيين بيونم نبيونم بيقزواتشو አይሆንማ ነብዩ የአላህ ባሪያ መላእክተኛ ናቸው እንጂ ጌታ አይደሉም አምላክ አይደሉም ተቃሚም አይደሉም ጎጂም አይደሉም ተግባባን ተቃሚ ጎጂ ሁሉ ነገር ስልጣኑ እጁ ላይ ያለው والله سبحانه وتعالى بس ይሄ ነው ማለት ነው ተግባባን ስለዚህ على نفي الالهيه عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان واثبات الالهيه لله وحده دون كل ما سواه وهذا هو التوحيد والماتيه አምልኮ ለአላህ ብቻ ማጽደቅ ከአላህ ውጭ ያለ ደግሞ በትክክል መለክ አምላክ አይደለም እነዛ የሚመለኩም ደግሞ ባጢል ናቸው ብሎ ማለት ተውሂድ ብሎ ማለት ነው الذي دعت اليه الرسول رسولك دعوا ያደረጉት የተጣጣሩት ወደዚህ ነው ودل عليه القرآن من اول الى اخر القرآن ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚያመላክተው ይሄን ነው كما قال الله سبحانه وتعالى عن الجن كما قال تعالى عن الجن قل اوحي الي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قل بلا بلال وهي إلي ولين وحي ثلاثة سلال فلنيال ما تلنيال بلا بلاتشو أنه نقر استمع نفر من الجن كجن ونو جمعوا يسموا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا የሚያስከርን መሆኑን ቁርአንኛ ሰማናሉ ይሄዲ ለሩሽድ ወደ ቀጥተኛው መንገድ የሚያመላክት የሚጠቁማሉ የሚመራ አመና ቢህ እኛም በሱ አመናሉ ወለን ኑሽሪከ ቢረቢና አሐዳ ወደፊትም እኛ በጌታችን ከዚህ በኋላ እንተሰማም በኋላ በጌታችን እኛ ምንም ነገር አናጋራም አሉ فلا اله الا الله لا تنفع الا من عرف مدلولها لا اله الا الله አጠቅምም مدروران امتاملاكتون امتقومن ياوق አካል ቢሆን እንጂ نفيا واثباتا ورق ማድረግና ማጽደቅን واعتقد ذلك وقابله وعامل به የነገር አመነ ሰራበት እንደዛ ከሆነ لا اله الا الله مثلا متامو واما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل عندك አልግን አላት አያቀውም በልቡ ያምንም يسراباتم ان لما قال فقد تقدم في كلام العلماء ان هذا جهل صرف فهي حجه عليه بلا ريب لذا كونه ما تجاوب سراينو ይሄ ሰውዬ ሙስሊም አይደለም ኩፋር ነው ተግባባን ይሄ ፈትሁል መጅር ላይ ማየት ይቻላል ማለት ነው ፈትሁል መጅር ላይ ማየት ይቻላል طيب ሌሎች ዑለማዎችም ይሄንን እየፈሰሩት አለ طيب معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لأن الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق هو ما اتصف من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب طيب وكذلك ابن باز رحمه الله تعالى ملاله معنى الشهادة يلاله أي شهادة بلساني بملاس ومسكر وبقلبي بقلبه أنه لا معبود حق إلا الله أيجد كاللوج بونت من ملك أملاك الله أنجي يشهد بلسانه ويؤمن بقلبه بملاس مناجر علبت بلبو ما من علبت أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أموات